الكرام مشاهدي تلفزيون المصري ونايل سبورت، يسعدني ان التقي بحضراتكم معلقكم مؤمن عبد الغفار من استاد اكاديميه الشرطه بالعباسيه لننقل لكم مباراه اتحاد الشرطه في مواجهه انبي في اخر لقاءات الاسبوع. في لقاء بعد كده وادي دجله وطلائع الجيش، اخر لقاءين النهارده في ختام الاسبوع الثاني اللي هنلتقي ان شاء الله بعد المباراه بمباراه وادي دجله وطلائع الجيش. اخر لقاءات الاسبوع الثاني، الشرطه كان اتعادل في الاسبوع الاول في الفيوم مع المقاصه 1-1، وانبي اتعادلوا مع حرس الحدود في ملعبهم 2-2. فرقتين اتعادلوا النهارده، نفسهم طبعا كل مدير فني انه يحقق 3 نقاط. هنشوف ايه اللي هيحصل، لكن سريعا كده خلاص حكم اللقاء اللي هيدير اللقاء النهارده احمد العدوي في دايره السنتر. نتمنى له كل التوفيق النهارده. احمد العدوي من منطقه السويس، وبيساعده المساعد الاول احمد سيد عبد الرازق، والمساعد الثاني محمد جمال، والحكم الرابع محمد يوسف. وبيراقب المباراه من لجنه المسابقات اللواء منير حجازي من قبل لجنه المسابقات. نقول لكم كده سريعا وندخل بقى في جو المباراه بسرعه، ونتمناها يا رب باذن الله تكون مباراه كويسه هنا في استاد اكاديميه الشرطه. تشكيله الفرقتين ادي الكابتن هاني رمزي وجهازه، اول مباراه تعادل 2-2، ومعاه خالد متولي ده الجهاز الفني لفريق انبي. تشكيلة اتحاد الشرطة اللي بادئ النهارده بزيه الابيض الكامل على شمال المقصورة في اتحاد الشرطة هنا او في اكاديمية الشرطة. لحراسة المرمى عمرو حسام، 4 في خط الظهر خالد سطوحي، عماد حلمي 2 مساكين، على اليمين احمد عادل وعلى الشمال محمد سعيد. في وسط الملعب حسام عبد العال، صلاح ريكو، الايفواري يحيى تراوري، 3 كده بيلعبوا ارتكاز، قدامهم 2 خالد الغندور ومحمد بسيوني، والبوركيني عبد الله سيسي صاحب الهدف الاول في مباراته مع المقاصة. البوركيني عبد الله السيب يلعب مهاجم وحيد وتحتيه 2، وبدأ اللقاء مع حكمنا احمد العدوي. تشكيلة انبي محمد عبد المنصف لحراسة المرمى، 4 في خط الظهر، ابراهيم يحيى ورامي صبري 2 مساكين، على اليمين اسامه ابراهيم وعلى الشمال محمد ناصف. في وسط الملعب بيلعبوا نور السيد ومحمود صبري 2، وعلى اليمين لما كولين ومحمود قعود ناحيه الشمال، وائل فراج وصلاح عاشور 2 مهاجمين. 4-4-2 ده الشكل بتاع انبي، لكن هنلاقي صلاح عاشور ممكن ينزل كده شويه في نص الملعب وتبقى الطريقه 4-2-3-1 لفرقه انبي. لكن فريق اتحاد الشرطه بيلعب 4 و5 في نص الملعب، 3 قدامهم 2 ومهاجم وحيد. مباراه صعبه جدا على الفرقتين. فريق انبي يهمه 3 نقاط، وادي لما كولين اول عرضيه اوبا، لكن يطلع وارتقاء عالي. اول كره كده من قعود، كان احرز جول في مباراته مع حرس الحدود. محمد سعيد الباك ليفت اللي بيلعب مع اتحاد الشرطه، كان الموسم اللي فات في بتروجيت، ما شاركش كتير مع بتروجيت، وكان بداياته مع فريق الرجاء. ادي مره ثانيه هوبا العرضيه، لف وسطك يا راجل. محمود قعود للمره الثانيه، واحده بدماغه وادي واحده ثانيه جوه ال 18، لكن قلشها الراجل وتطلع ضربه. ما شاركش بصوره اساسيه مع فرقه بتروجيت الموسم اللي فات. ادي لما كولين هنا بقى المساحات اللي هو بيدور عليها. لما سريع جدا، ولسه هو بقول لكم اتفتحت المساحه ليه وممكن يكمل، عملها بينيه. وائل فراج عدت الناحيه الثانيه وفيها خطوره، راجل مش ممكن محمود قعود بيضيع فرصه سهله جدا. 3 كوره في المباراه دلوقتي من اول ما بدانا، 3 فرصه تعدي كده من قدام خط الظهر. وكان هنا بقى لازم التغطيه العكسيه من احمد عادل، اتاخر كتير جدا وحطها ببطن رجليه الشمال فوق العارضه. ده حطها فين؟ بعيد جدا، راحت في الشارع ورا في ميدان العباسيه. بصوا يا جماعه حطيتها وحشه قوي، كان لازم يكتمها لتحت ويحطها بين رجل الجون. يتكلم في الكلام ده بقى الكابتن محمد صلاح مع نجمنا الاعلامي عماد حلمي، اماميه على حدود خط 18. عبد الله سيسي يلمس بدماغه وتطلع ضربه مرمى. هنلاقي كده في مهام مديها الكابتن خالد القماش والكابتن هاني رمزي لبعض اللعيبه في الملعب من النادي الاهلي، وقدر يجيبوا الكابتن انور سلامه وتعاقد معاه وجابه من النادي الاهلي لانبي. ادي عمال على القائم الاول، هوبا راجل لف دماغك بقى الناحيه الثانيه، والراجل هنا بدون اي رقابه. صلاح عاشور هداف مميز جدا جدا. صلاح عاشور فتره من الفترات كان متالق هنا مع اتحاد الشرطه كتير واتقطعت. ريكو ممكن يلعب الهجمه المرتده اسرع من كده، اتضغط عليه من 1 و2 لحسام عبد العال. يا ولد يا عبد العال، حلو عبد العال. ممكن هنا بقى الغندور عرضيه حاططها في ايد محمد عبد المنصف كانه بيمرنه، لازم في المكان ده تبقى اقوى من كده، ولازم تبقى يعني عليه عبء كبير جدا النهارده. بيلعب عليه صلاح عاشور، وائل فراج، محمود قعود، لما كولين، 4 عندهم ميزه وهجوميه وهدافين ومميزين جدا. محمود صبري راجل ولا منه سدد ولا منه عملها عرضيه وتسديده تروح مره ثانيه لحارس المرمى عمرو حسام، لكن كان عايز يطلع ياخدها كده، لكن بيطلع مره ثانيه عماد حلمي رمي التماس لمصلحه انبي. ادي عماد حلمي جوه ال 18، تمريره مش مظبوطه، في استعجال كده شويه من فرقه انبي، زود فيها شويه وتطلع رمي التماس.
27 دقيقة، داخلين في 27 دقيقة، 28 دقيقة من بداية المباراة. صلاح ريكو اشتغل فردي لوحده، هوبا تسديدة كده ضعيفة يمسكها محمد عبد المنصف. اماميه عبد المنصف يلعبها تعدي نص الملعب، عملها كده بالمقاس لوائل فراج يسندها كويس قوي. رامي صبري، الفريقين في نص ملعب اتحاد الشرطه، بدا يزيد رامي صبري سايب مكانه المساك اللي مع فريق انبي. مره ثانيه محمد ناصف عرضيه جوه ال 18، وائل فراج يلمس بدماغه وعامل فاول وساند الراجل وعامل فاول وائل فراج، وادى احمد عادل فاول لمصلحه اتحاد الشرطه. بعد المباراه الاسبوع الثاني، يعني لسه في مباراه شغاله دلوقتي اللي قدامنا، وفي مباراه بعد كده وادي دجله وطلائع الجيش. الداخليه مفيش اي حاجه. فاول لمصلحه الشرطه 30 يارده. هنشوف بقى يلعبها حسام عبد العال، دايما مميز في الكرات الثابته حسام عبد العال من المسافات البعيده او القريبه، لكن هو مميز دايما حسام عبد العال في الكرات الثابته بتبقى على حدود خط ال 18، بيعمل البليسنج كويس قوي كده من فوق الحيطه، لكن دي مسافه بعيده عايزه واحد كده يحط رجليه بقى من مسافات بعيده وتبقى طلقه في الجول. هنشوف مين اللي على التنفيذ هيلعبها. كان في المكان ده محمود ابو الدهب وطاهر ابو زيد ومجدي عبد الغني. صلاح ريكو هوبا تسديده من مسافه بعيده، لكن اتعملت على مرتين. تسديده كانت عايزه تبقى اوطى من كده شويه. ادي صلاح ريكو لسه لغايه دلوقتي ما فاقش، في حذر كده من لعيبه اتحاد الشرطه، خايفين يعني كده مش عايزين يهاجموا، ودي مشكله اللاعب المصري. الفرقه بتلعب في ملعبها وعايزين يجيبوا جول وعايزين 3 نقاط. هل بيلعبوا على التعادل؟ محمد سعيد عدى من 1 و2 بيعملها ناحيه الشمال، مره ثانيه مشيت معاه الكره حلوه قوي، مكمل سعيد عرضيه حلوه لكن في ايد محمد عبد المنصف، بيطلع ياخدها كده بثقه. محمد عبد المنصف التزام خبره كده ومان تو مان، الراجل يعني بيلعب معاه في كل مكان. خالد سطوحي، محمد ناصف عملها عاليه، هيطلع الحارس ولا ايه؟ لسه فيها خطوره، لسه عمرو حسام، كل الكلام ده جوه ال 18. يحيى تراوري ما اداش حاجه، عرضيه صلاح عاشور كان ممكن يلعب العرضيه، اتاخر فيها. نور السيد، محمود صبري ببطن رجليه جوه ال 18، تغطيه من محمد سعيد، يطلع مره ثانيه، ارتقاء عالي من رامي صبري في نص الملعب. نور السيد استلام وحش قوي، ممكن تبقى فيها مشكله وهجمه مرتده. اول مره نشوف 3 ضد 3. محمد بسيوني، صلاح ريكو بيعمل اوفرلاب حلوه لكن اول مره كده يرجع بقى هنا، او عبد الله السيسي نشوفه. يحيى تراوري عايز ياخدها لنفسه، اتقطعت ممكن تعمل مشكله. لما كولين ناحيه اليمين، لما هيلعب العرضيه لكن يا سلام حلوه. خالد سطوحي لسه فيها خطوره، تراوري يصلح الخطا بتاعه ويرجع الكره مره ثانيه هنا ناحيه الشمال. ريكو يدخل في قلب الملعب يلعب البينيه، عبد الله السيسي، لكن يا سلام رامي صبري تروح مره ثانيه لبسيوني للغندور ناحيه الشمال لمحمد سعيد، 1 ضد 1 خارج حدود ال 18. عايز يلعب يا ولد يا لعيب، ممكن يلعب العرضيه الحلوه اول كره خطيره لكن في هذه اللحظات يطلق احمد العدوي صافره نهايه الشوط الاول بتعادل سلبي اتحاد الشرطه وانبي في الاسبوع الثاني. استمتعت مع حضراتكم مؤمن عبد الغفار، ونذهب لزميلي تامر صقر والميكروفون الى الاستوديو التحليلي. ابراهيم يحيى ورامي صبري 2 مساكين، على اليمين اسامه ابراهيم وعلى الشمال محمد ناصف. في وسط الملعب محمود صبري، نور السيد، لما كولين، محمود قعود، 2 مهاجمين وائل فراج، صلاح عاشور. دي التشكيله اللي قدامنا لفرقه انبي. بدا اللقاء ونتمنى باذن الله نشوف لقاء قوي من الفرقتين نستمتع بيه مع حضراتكم باذن الله. فاول في مصلحه فريق انبي، رايح اسامه ابراهيم، هو متخصص الكرات الثابته، بيلعب الكرات الثابته سواء من اليمين او من الشمال. اسامه ابراهيم، اسامه عملها جوه ال6 يارده، اول مره كده عمرو حسام يطلع غلط في الكره اللي فاتت. رامي صبري ركب الكره بس كان عايز يطلع اكبر من كده كمان، واطلع فوق شويه واركب الكره. في العاده هنا بصوا حارس المرمى خد خطوه وعدته الكره وما ركبش الكره هنا. رامي صبري بيحطها لفوق، راجل كده كانه بيشتغل هنا زي المدافعين، هنا بقى وضعه كمهاجم لازم يحطها في الجول. بدا موسم 48 49، يعني لو كان جت الكاميرا كده على الكابتن هاني رمزي في الكره اللي فاتت بتاعت رامي صبري، الراجل يعني اتنطط لان كان حاسس انها ممكن تبقى جول. اعصابه بدا فتره اعداد وجاب لعيبه ويتمنى طبعا، عايز 3 نقاط، يعني الحاجات دي بتفرق جدا في بدايه الموسم وخاصه الانديه الكبيره.
انبي، الزمالك، المصري، الاهلي، الانديه الكبيره. ادي هنا تسديده من مسافه بعيده، كانت عايزه افضل من كده. صبري، محمود صبري استلم كويس قوي، اتهيأت له الكره، كانت عايزه بقى الدوري ما يشاركش مع الفرقه في بدايه الدوري في مباراه حرس الحدود. ادي صلاح عاشور طالع له ناحيه اليمين، تسديده حلوه 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 يا راجل، فرصه سهله جدا، وللمره الثانيه بيضيع محمود قعود فرصه ثانيه، هتتعاد مره ثانيه. بصوا يا جماعه، تسديده حلوه حلوه، بيمسكها وتقع من ايده تروح مره ثانيه، وبينقذها عمرو حسام من قدام محمود قعود اللي كان ممكن يكملها. حلوه حلوه حلوه، عمرو حسام هايل يا ابني، هايل عمرو حسام. اسامه ابراهيم طالع وائل فراج، وطالع محمود قعود، وبيطلع دايما في كل الكرات الثابته رامي صبري. ادي اسامه ابراهيم على التنفيذ. اسامه ابراهيم عملها وحشه قوي، يقلش خط ظهر اتحاد الشرطه، تروح مره ثانيه محبه، تسديده مفاجاه كده من محمد ناصف، فيها سنه قلشه شويه، بتعدي بره الجول. كالعاده رامي صبري كل كوره جوه ال 18 بيطلع يكمل عشان يلعب بدماغه، والكرات اللي هي بتبقى ثابته بتتعمل وحش. ادي تسديده بعيد جدا عن خلف الظاهرين. هنشوف بقى الكابتن هاني رمزي هيفكر في يدفع بمين بقى في اول تغييراته. هل بقى محمد مجدي قفشه؟ شايفين كده رقم 32 ركنيه. محمد ناصر عملها حلوه، مش ممكن، العارضه بتنقذ مرمى عمرو حسام. ادي الكابتن هاني رمزي ماسك دماغه بره، الكوره كانت جول، ممكن كانت تسقط في الجول. اتعملت حلوه حلوه حلوه، هتبان لنا مره ثانيه في العاده من عرضيه محمد ناصف، اتعملت حلوه حلوه حلوه. ادي صلاح عاشور حطها في العارضه، صلاح عاشور العارضه يعني بتتعاطف كده مع عمرو حسام. وادي الهجمه المرتده، عمر كمال عبد الواحد عنده سرعات، كان ممكن يلعب العرضيه، هجمه هنا وهجمه هنا. عملت حلوه من عمر كمال عبد الواحد، لو رفع عينه كان مكمل معاه محمد بسيوني الناحيه الثانيه، كان ممكن يلعبها له عرضيه. حتى بيتكلم معاه خالد قماش بره، بيقول له كنت ممكن تلعب العرضيه ببطن رجليك للي زايد من نص الملعب محمد بسيوني. ادي محمد مجدي قفشه بيجهز كده عشان يكون التغيير الاول. محمد مجدي قفشه هو اسمه كده، لعيب برضو كرة كويس قوي ناحيه الشمال. رفعت هياخد الجبهه الشمال اللي فيها محمود قعود واحمد رفعت. هل بقى يبقوا هما الاثنين قافلين على بعض كده ناحيه الشمال؟ بيحب يلعب في الحته دي محمود قعود ناحيه الشمال، واحمد رفعت نفس الكلام بيحب يلعب في المكان ده ناحيه الشمال. عمر كمال عبد الواحد تسديده حلوه 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 حلوه، يمسكها محمد عبد المنصف. ادي بقول لكم صوتنا بيعلى. شفنا محمد عادل اماميه لعبد الله سيسي، استلام خارج حدود 18. عمر كمال عبد الواحد عايز يشتغل فرد لوحده، عدت ومشيت مع الكوره العرضيه حلوه قويه جدا، لكن بتعدي الناحيه الثانيه. ريكو واحد ضد واحد، ريكو ممكن يلعب العرضيه لكن تخبط وتطلع ركنيه. ادي الكابتن هاني رمزي بيتكلم مع عبد الله جمعه، ولا ده خالد الغندور. ناحيه الشمال محمد ناصف على حدود خط 18. الناحيه الثانيه ممكن يبقى فيها هدف، ممكن يا راجل، يا سلام يا سلام. خالد سطوحي، هنشوف مين اللي شال الكره اللي فاتت، محمد سعيد ولا مين. ادي محمد مجدي قفشه رقم 32، اتعملت له حلوه قوي ناحيه اليمين، في العاده هتبان لنا غالبا هو محمد سعيد في الكره اللي فاتت. الراجل حط بطن رجليه في توقيت هايل، كانت رايحه في الجول بالفعل. محمد سعيد قدامنا، باقي له تغيير لسه الكابتن خالد القماش. بصوا هنا مشاهدينا الكرام، الراجل هنا استلم محمد مجدي، كانت عايزه بقى اسرع من كده، اتاخر فيها شويه، حط بطن رجليه محمد سعيد. هل بقى فيها اصابه يا هاني رمزي؟ الراجل زعلان جدا على الكره اللي فاتت، طبعا على اعصابه، يتمنى ال3 نقاط. الفوز طبعا بلغه الكره كده، المكسب بيجيب مكسب، اي بقى تعادل واي خساره او خساره بتجيب خساره. لكن انبي بقى دلوقتي من الفرق الكبيره، فرقه يعني زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري، الانديه الكبيره ديت اللي بقت موجوده دلوقتي. القتال جوه ال 18 بيدافعوا، كل فرقه اتحاد الشرطه كلهم كانوا جوه ال 18. محمد عبد المنصف خارج من جوله بيلعبها اماميه، يحيى تراوري، يا سلام يا يحيى، عامل مباراه كبيره يحيى تراوري. مره ثانيه عماد حلمي يقلش عماد، عبد الله جمعه دربكه، لمسه يد على محمود صبري. ادي محمود صبري، نلعب في الدقيقه الاخيره.
عمرو حسام على مهله. يعني لو انتهى اللقاء كده انبي هيرفع رصيده لنقطتين، وبالفعل بيطلق حكم اللقاء احمد العدوي صافره نهايه المباراه بتعادل اتحاد الشرطه وانبي في الاسبوع الثاني عشان يرفع رصيده انبي لنقطتين، كان في المركز العاشر، والشرطه يرفع رصيده لنقطتين، تعادل سلبي. نروح لنجومنا في الاستوديو التحليلي زميلي تامر صقر. اشكركم معلقكم مؤمن عبد الغفار على حسن المتابعه، والقاكم على خير في مباراه قادمه باذن الله، والسلام